صورة من المشهد العام الدائر فيما يتصل بالعمليات الإرهابية والمؤامرات الإرهابية التي تدار من الداخل والخارج. ويمكن أنا في آخر مؤتمر صحفي كان مع حضراتكم أنا ركزت على هذا الأمر بشكل كبير، وكان الواضح من المعلومات أن هناك مؤامرة ضخمة جدا من جانب جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار الدولة وتخريب منشآتها والقضاء على كافة مقدراتها، وإنه جهاز الأمن بعون الله سبحانه وتعالى كان قادر خلال الفترة اللي فاتت وإن شاء الله على مدار تاريخ على كشف هذه المخططات والوقوف على مرتكبيها. وأنا أتذكر أنه يمكن في المؤتمر الصحفي اللي فات كان في حد من حضراتكم كان استفسر عن كشف مرتكبي قضية اغتيال الشهيد البطل مستشار هشام بركات نائب العام، وأنا قلت له إنه هناك معلومات ولكن لم تكتمل الصورة بشكل كامل، وإنه أكاد أقول لحضراتكم إنه هذا الموضوع كان دائما في أولويات أجهزة الأمن وفي أولويات قطاع الأمن الوطني. وبدأنا منذ فترة طويلة في العمل بأساليب مختلفة اعتمدت على أساليب فنية حديثة جدا لاختراق التواصلات الإلكترونية وجمع المعلومات بأساليب فنية دقيقة جدا يمكن لم تحدث من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري. واستطعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن نضع إيدينا بالكامل على هذه المؤامرة الكبرى التي كانت تستهدف الإخلال بمقومات الاستقرار في الدولة وهدم مقوماتها كلها وإعادتها إلى مشاهد سابقة لا يرينا الله إياها إن شاء الله. إن احنا استطعنا خلال الفترة اللي فاتت كشف هذه المؤامرة بالكامل، وهي كانت مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة واستمرت، وكان يمكن آخر حادث كبير أسفنا له جميعا كان حادث اغتيال الشهيد البطل، ومجموعة أخرى من العمليات الإرهابية الكبرى للتخريب والتفجير واغتيال كبار الشخصيات. وإنه هذا المخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة بتركيا وبالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في غزة وهو حركة حماس التي ضلعت بدور كبير جدا في تنفيذ هذا المخطط وفي تنفيذ عملية اغتيال النائب العام بشكل خاص، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.